نط بالباراشوت من على حافة الفضاء، وقتها ده كان خيال علمي. لو فاكر ان شركه زي ريد بول مجرد شركه مشروبات وما تعرفش ازاي نجحت وانتشرت بشكل جنوني، يبقى انت لازم تسمع الخمس معلومات دي. رقم واحد، ريد بول مش هم اللي اخترعوا المنتج. المشروب الاصلي كان تايلاندي واسمه كرادندن، ويا رب ابقى بقولها صح، وكان بيتباع لسواقين العربيات النقل. اما بقى اللي عملته ريد بول ان هي غيرت الطعم والهويه والسوق كله. رقم اتنين، اول 3 سنين بالنسبه لريد بول كانوا شبه خسرانين. ريد بول لما بدات في اوروبا الناس قالت الطعم غريب والمنتج غالي. النجاح ما كانش فوري، بس كان محتاج حاجتين مهمين جدا، صبر زائد بوزيشن. رقم ثلاثة، المشروب اتمنع في دول اوروبيه كتير. في فتره من الفترات ريد بول اتمنعت في فرنسا والدنمارك بسبب مخاوف صحيه، وبدل ما ده يضرهم خلق فضول وضجه اعلاميه خلت الناس عايزه تجرب المنتج اكتر. هو كده، الممنوع مرغوب. عايز تنشر اي حاجه امنعها. رقم أربعة، ريد بول شركه ميديا وتسويق اكتر من كونهم شركه بتبيع مشروب، وعندهم كيان اسمه ريد بول ميديا هاوس. بينتجوا من خلال الشركه افلام وثائقيه وتغطيه لبطولات رياضيه، قادرين من خلالها يحكوا قصه بتعكس هويه الشركه. هما بيشتروش اعلانات، هما بيصنعوا الكونسبت. سنه 2012 ريد بول نظمت حدث هو الاهم في تاريخها، ريد بول ستراتوس. نط بالباراشوت من على حافه الفضاء، وقتها ده كان خيال علمي وكلفهم 50 مليون دولار، وقدروا وقتها يحققوا 8 مليون لايف فيوز على اليوتيوب. وقتها ده كان رقم مرعب. الخلاصه، ريد بول ما كسبتش السوق عشان عندها مشروب اقوى، هي كسبت عشان عندها قصه وفكر تسويقي اقوى. ما تنساش تقول لي رايك وتعمل فولو للماركتنج جيك.